السلام عليكم. يلا نعمل احلى واسرع حواوشي ممكن تدوقوه. عملنا النهارده حواوشي البطاطس بمكونين 3 بس موجودين في اي بيت، مش مكلف جدا جدا. عملنا بطريقه سهله وبسيطه وحلو جدا كمان. اللي هيجربوا دوقوه هيعجبكم قوي، مش هتفرقوا جدا عن بتاع اللحمه ولا الفراخ. بس قبل ما نبدا تسموا الله وتصلوا على الرسول، تنزلوا الشرك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. احنا هنا نستخدم بصل وبطاطس وفلفل وحبايه طماطم واحده بس. اول حاجه هنجيب المبشره، هنبدأ بقى نبشر البطاطس والبصل. انا هنا هبشرهم، اللي حابب يقطعهم مكعبات صغيرة برضو تمام، بس البشر هيبقى انعم واسهل كمان. وهيبقى الاتنين البطاطس والبصل في نفس السمك، مش دي اكبر من دي ولا دي هتستوي قبل دي، لا بالعكس، اتنين هيستوي قد بعض بالظبط. كده بعد ما بشرت البطاطس هبشر كمان البصل زيها. كده بعد ما خلصت بشر البطاطس هجيب الطماطم بقى واقطعها مكعبات صغيرة قوي. انا هنا حابة استخدم الطماطم، اللي مش حابب ممكن يستخدم فلفل احمر، واستخدم 2 من الفلفل. جبت طاسة، نزلت معلقة من السمنة وشوية من الزيت، هقلبهم لحد ما يسخنوا معايا. وبعد كده هنزل عليهم بالبصل والبطاطس والفلفل. الطماطم هنخليها في الاخر لحد ما يتبالوا معايا وياخدوا لون. هنفضل نقلب فيهم. انا عايزه البصل والبطاطس يتبالوا معايا. هنستخدم هنا بهارات لحمه وبهارات حواوشي كمان. اللي ما عندوش برضو بهارات لحمه ممكن يستخدم مرقه لحمه، ده ينفع وده ينفع. هنحط كمان ملح وفلفل اسود. هنبدأ بقى نقلب كل البصل والبطاطس كويس قوي لحد ما يتبلوا معايا كويس. مش هنزود اي بهارات تانية، هي بهارات اللحم بهارات الحواوشي بس. بعد ما كده دبل معايا نزلت عليه بالطماطم، هقلبه تقليبه. بعد كده هنزله على طول. هنا بعد ما نزلته خلاص هنجيب العيش بقى، هبدأ افتح العيش. جربوها تلاقوا اطعم واحلى كمان واسرع واقتصادي وعلى قد الايد. للناس برضو اللي ما عندهاش لحمه ولا فراخ ممكن نعمل عادي حواوشي مش شرط لحمه وفراخ. هنعمله ببصل وبطاطس برضو هيطلع مغذي ومفيد كمان. والناس برضو النباتيه اللي ما بتاكلش اللحمه ولا الفراخ ممكن تعملوها يعجبها قوي. هنحشي بقى تاني رغيف. انا الكميه كلها عملت 3 رغيفه كبار. هندلع بقى الرغيف ونحط عليه شويه جبنه موتزاريلا عشان يدينا طعم وشكل كمان احلى. وطعم معانا حواوشي البطاطس. زي ما قلت لكم عملت 3 بس. لو حابه تزودي الكميه او تضعفيها دي حاجه ترجعلك برضو. هنا جبت جريل وحطيت فيه زيت وشويه من السمنه ونزلت على طول. اول بقى ما يبدا ياخد لون ويحمر معايا هنقلبه على طول. مش هياخد معاكي وقت خالص على فكره، عشان ما تنسيش ان الخضار مستوي معايا والبطاطس مستويه. هو اول ما ياخد لون ويحمر هنقلبه الناحيه التانية. كده خد اللون من تحت، هنكمله برضو اللون من فوق. من ما اكمل الرغيف التالت هنعمل مع بعض شويه طحينه. جبت 3 معالق من الطحينه اللي انا كنت عاملاها، ومعلقه من الملح ورشه فلفل اسود
ومعلقتين من الخل او شوية خل، وشوية من المية كمان. هبدأ بقلب ده كله مع بعض. تعرفين الحواوشي بيحب الطحينة والكاتشب قوي. هجيب المضرب بقى واقلبهم بسرعة. اول كده مخلص معايا هنزل بفص من الثوم وشوية من الكمون كمان. انا مش هكتر الكمون عشان ممررش معايا كده. بعد ما خلصت معانا الطحينة نركنها على جنب. بص الحواوشي بعد ما طلع وشكله تطلعته كمان حلوة، وشكله وريحته مالية الشقة كلها. حابة اوريهولكوا في الاول قبل ما اقسمه. بصوا مخدش معايا وقت خالص، والجريلي كمان عامل معايا شغل كبير. والطحينة اللي عملناها وقدمت معاه زيتون وطحينة. هوريكم كمان الجبنة عاملة ازاي من جوه. بصوا مستوي كمان، ما خدش معانا اي وقت خالص، ولا ريحته حكاية ولا قرمشة بتاعته، وسريع جدا، ومكونات موجودة في البيت. عملنا ببصل وبطاطس وفلفل بس. ده كده خلصنا. ده الشكل النهائي بتاعه. يا رب الفيديو كان عجبكم واستفدت منه. حابة تجربوه وتقولوا لي رأيكم. هستنى رأيكم في الكومنتات. عايزة لايك حلو. متنسوش بقى اشتركوا في القناة عشان قناتي تكبر بيكم. كده عملنا الحواوشي الاقتصادي، عملنا حواوشي البطاطس بأسهل طريقة. قدمنا مع طحينة. حابة تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. هوريكم برضو القرمشة بتاعته واسمعها لكم، علشان الناس ما بتحبش حواوشي اللحمة ولا الفراخ، ما بتاكلش اللحمة ولا الفراخ، هتعمل حواوشي البطاطس هيعجبها. جربوا بالطحينة اللي احنا عملناها. استنى ارايكم في الفيديو الجاي، واشوفكم تاني في فيديو جديد.